السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وبنات المحترمين. ألف ألف شكر. حبايبي يا رب ما تحرم منكم، يا رب يبارك لكم، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم، ربنا يحبب فيكم الرب والحصى اللي في الأرض. فعلا انتوا السند ليا بعد رب العالمين. حبايبي شاهدوا الفيديو وحطوا لايك كده، الله يستركم دنيا وآخرة. ربنا يبارك لكم يا رب، ربنا يسعدكم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. يا رب ينصر شعب فلسطين وغزة والمسجد الأقصى وجميع الدول العربية يا رب. مصرنا الحبيبة بتبقى في سلام وأمان ليوم الدين. وألف ألف شكر كل اللي يخش من جميع الدول، يا رب ما تحرمكم أبدا، خيركم على دماغي والله. يا ربنا يستركم دنيا وآخرة يا رب، ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين يا رب العالمين، ويشفي كل مريض ويرحم كل موتى يا رب. طبعا يا حبايب قلبي انا ما عملتش امبارح فيديوهات، انت عارفين يوم الجمعه كده الواحد ما بيبقاش فاضي. الدنيا بقى عماله تشتال وتتهبت، ما انا مش عارفه هم عايزين امن حلميه. اقسم بالله ما انا عارفه عايزين امن حلميه. والمشكله يا جماعه ان الهم التقيل والفكر ما بيجيش الا من الاخوات. يعني الست في حالها، الست في حالها، ولا الست لا بتجيب سيرتهم ولا بتتكلم ولا لها دعوة بيهم خالص، يعني في شغلها وفي حالها، وكفاية ان هي كانت تعبانة من المشاكل اللي هي كانت فيه، لان كل ده عندها زعل. حبيبة قلبي يا ام طارق، حبيبة قلبي يا جوهرة الماس، ايوه اطلع كده، اطلع يا نرمين اطلع، واحسن حاجة ان انت طلعتي، انت فعلا جوهرة، وربنا يجعلك كده عود وعمود في عين الحاسدين والحاقدين اللي بيحقد عليك انت وامك واخوكي وعم تسوق الراجل المحترم اللي يشتغل على الراس. طبعا يا جماعة انا ما بحبش اتكلم على البني ادمة دي التانية اللي يختم دي، بصراحة مش مقبولة. يعني انا عن نفسي كده مش، هي مش مقبولة. اللي مو بيقولوا عليها فلاسوفة دي ولا فلاسوفة اللي بيقولوا عليها دي. طبعا يا جماعة الخير انا مش عارفة، انت عمالة تعمل حوارات وتعمل لما انت ندمانة قوي 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 كده. انا ما بتكلمش على مواضيعها خالص اقسم بالله. اما انت ندمانة قوي 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 كده على ابو ولادك، كنت لا بتعمل ده كله لما انت بتحبيه كده وبتموتي فيه. ما هو دي باين يا جماعة، دي باين غيرة وحقد، غيرة ونار وحقد. مش عارفة تداري النار اللي عندها ولا الحقد من ابو الاولاد، ابو ولادها، ولا الست الكبيرة كمان. لما تقول لها لا ده انا ما تقوليش اسمها، ما تقوليش ام تامر، قولي جدة ولادي. وانا على ما اسمع من رفية ام محمد ومن ريري، لما ريري كلمتها مكالمة او اتنين، الست دي على خلق ومحترمة وناس ولاد اصول وطيبين. المشكلة انهم من البلد، انا والله ما اعرف يا جماعة ان هي من البلد نفسها الا لما سمعت برضه، يعني هي كده من البلد نفسها. طبعا يا جماعة الخير حتى برضه شهيرة طلعت شكرت فيها، يعني برضه ما هو الواحد، الست دي محترمة، ست تشتغل على الراس، بس انت اللي معرفتيش تعيشي، انت اللي معرفتيش تجاري امورك وتعيشي مع ابو ولادك. خلاص يا بنت العشا اتقطع وما فيش نصيب، خلاص انت في حالك وهم في حالهم. انت لا ما انتش مريحة نفسك، لا كل يوم تطلع بحوارات وافلامانات والمشكلة ان بتكتب لك تعليقات ان انت بتاعت حوارات، انت بتاعت حوارات، انت مش لاقية حاجة تعمليها. اقسم بالله ما لاقيه حاجه تعملها. انتوا بتاكلوا ببعض كده ليه؟ انتوا بتقطعوا ببعض كده ليه؟ انتوا عيله. انا مش عايزه اقول لكم انتوا علاقه ايه، انتوا عارفين العلاقه ايه. انتوا ما لكمش خرف بعض، انتوا مش اخوات، انتوا ما انتوش من دم واحد ولا من بطن واحده. انتوا فعلا من بطن واحده بس ما لكمش خرف بعض. اهم حاجه عندكم الله اخضر، الله اخضر على راي فاطمه. ايوه والله، يسلم لسانك يا فاطمه يا محترمه. اهم حاجه عندكم الاخضر، اهم حاجه عندكم ان انتوا اخر الشهر تقبضوا على سمعتكم وعلى سمعة اخواتك، ان انتوا تقطعوا ببعض وتاكلوا ببعض. انتوا مالكمش خرف بعض. انتوا عايشين ازاي في المنطقة؟ انتوا عايشين ازاي في البلد؟ ايوه والله العظيم يا جماعة، هم دول بيمشوا ازاي؟ هم دول بيمشوا ازاي؟ طبعا يا حبايب قلبي، ايه الست ام طارق، الست اللي تشتغل على الراس، حلمية سفيرة الريف المصري غصب عن انفكم، يلي بتقولوا سفيرة الحقد والغل. ده انتوا اللي مغلولين، ده انتوا اللي كلكم غل،
منها. انتوا اللي كلكم غل، والغل بيجي من مين؟ انتوا اللي بتغل على اختكم، انتوا اللي بتغل على اختكم. اللي هو كان ماسك القناة، على ما سمعت برضو يا جماعة ان هو سافر، ربنا يجيب عقبته سليمة. الولد اللي هو الشاب اللي كان ماسك القناة لأم طارق سافر، وجت بنت الفلسوفة دي اللي بيقولوا عليها ففسوفة، قال مسكت القناة بتمنتج. قال المشكلة في كده، هي اختك مشبوهة؟ حاشا الله يا ام طارق، هي اختك دي فيها حاجة؟ هي اختك ده على راسها بطحة؟ فيها قلم ما بنتك بتمنتج لخالتها الفيديوهات. قال المشكلة في كده، وبتاخد. انتوا بتحسب يا جماعة ان هي بتمنتج ببلاش؟ ما هي بتاخد اجر منهم، ما فيش حاجة ببلاش يا جماعة. قال المشكلة في كده، عمالة تقوم الدنيا وما تقعدهاش، وتعمل في لايفات وتعمل في فيديوهات وتعمل في حوارات. سيبك بقى من الحوارات دي، وبترميها على مين يا جماعة الخير؟ على الست المحترمة، الست الخلوقة. الله وكيل انا ما اعرفها، انا اسمع طالما ناس كتير شهدوا من بلدها ان هي الست محترمة، يبقى فعلا هم كلامهم صح. الست ام تامر اللي تشتغل على الراس المحترمة عايزه ترميها عليها، هي اللي قالت. طب وهي قالت لمين؟ اصلها شافتها واقفه مع حماده، ترميها على حماده. طب خليها دلوقتي قابلت حماده. المشكله دي الست حتى لو ما كانش جدة ولادك من جيرانكم وواقف يسلم عليها، المشكله ان عايزه ترميها على حماده وعلى هناء، وترميها على مين؟ على مين؟ على جدة ولادها اللي هي ام تامر الست المحترمه ده. هي قالت دي، هي لا. طب ما انت كنت قاعده جنب اختك اللي هي التانية دي اللي انت بتروح عندها، مش البت التانية الصغيرة دي، لا التانية الكبيرة اللي هي أس البلاوي دي. هي ديك ما كانت قاعدة بتقول دي بتمنتج ومتمنتج. قال طب خلاص، وقال المشكلة في كده. يعني أنا عايز أعرف، هي ما فيهاش مشاكل يا جماعة؟ قال المشكلة إن هي ماسكة القناة لطارق وبتمنتج. قال المشكلة في كده يا جماعة. أنت لا بتعمل حوار، أنت ليه عمالة؟ يعني أنا بستعجب على كده. أنت منتش على بارد. ما هو بيقول لك بقى، كان في مثل زمان يقول لك لما يروح مش عارفه يبقى مش عايزه اقول والله. ما هو كان بيبقى في ايدينا. ما حرصتش على لا، ما حرصتش لا على بولادك. لما انت بتموتي فيه كده وبتحبيه كده وهتتجنني والنار شايلك. اي أيوة والله يا جماعه، ما هدي باينه للعمى ان هي هتموت، هتموت وهتتجنن من حبها فيه وعايزاه يرجع لها. بس هو خلاص على كده يا حبيبة قلبي. وانت مهما تتكلمي على ابو اولادك وجدة ولادك زي ما انت بتقولي، مش عايزه تنطقي اسمها من الكراهيه والحقد اللي عندك. لما تيجي تجوز البنت والولد، مين اللي يقف لهم؟ ابوهم واهل ابوهم. لما تيجي تكتب كتابها، مين اللي يقف له؟ ابوهم واهل ابوهم. فسيبك من الحوارات اللي انت بتعملها دي كلها. لا، ورايحه لمين؟ رايحه بقى للتانية اللي هي ما شاء الله عليها، اللي هي في النكش ما اقولكش، اللي هي بتصور معاه الفيديو، بتسجل معاه الفيديو. طبعا يا حبايب قلبي، هي دي بتاع حوارات، ودي بتاع افلامنات، ودي اصلا ما عندهاش محتوى تطلع بيه. وبعدين انت ما انتش محتاجه للي انت بتعمليه ده كله. ده انت وليه موظفه، يعني ما قدكش في الشهر مرتبك بتاع 5 6 آلاف 7 آلاف 8 آلاف، وطلعوا قالوا اقرب الناس اليكي كده. وغير ما عندك ارض وعندك يعني اهدي شويه كده، اهدي شويه من ناحيه اهل طليقك، وسيب الست في حالها. مش كل شويه ترمي بلاك عليها. الجديد بقى يا جماعه انها بترمي بلاها دلوقتي على اخوها، على هنا، على حماده وهناء. يا نهار اسود على دي عيله. انا ما شفتش عيله زيكم، اقسم بالله. انتوا بتمشوا ازاي في الشارع؟ ازاي تناسبوا؟ يعني ازاي يعني لما يخش عليكم نسب؟ ازاي؟ انا بستعجب على كده والله. المشكله ان بنتك ماسكه يعني القناه الخالده، المشكله انها بتمنتج انا عايزه اعرف. هي ما فيهاش مشكله يا جماعه، بس دي لازم تعمل مشكله. امال هترمي بلاها على مين؟ لازم ترمي بلاها على الست ام تامر المحترمه، يا ترمي بلاها على حماده. لازم تعمل حوارات. اسلوب بيتكلم على اختك وظلم اختك. يا سلام، يا سلام. لا انتوا بتحبوا بعض قوي، المحبه بتشر منكم. ده انتوا من كتر ما انتوا بتحبوا بعض المحبة بتشر منكم. ده انت سايبه الكومنتات اللي بتشتم في اختك عندك، ولما بتفتح لايف بيشتموا في حلمية، وتقولوا لا احنا ال10 واحد. انتوا ما انتوش واحد ابدا، انتوا ما انتوش واحد.
ده انتوا بتاكلوا ببعض زي السمك. شفت السمك كده لما ياكل في بعض، انتوا نفس النظام. فانا والله العظيم يا جماعة الخير انا بستعجب على البني ادمه دي، انا بستعجب على البني ادمه دي راح تعمل حوارات وتعمل افلامات والزعق. وسمعت امبارح شهيرة وهي بتتكلم وبتقول ده ام تامر ملهاش دعوة بأي حاجة خالص. وقال مشكلة ان بنتك ماسكة مثلا القناة لخالتها. هي فئة يعني، فئة خلته كل من كان طالع يغلط في الست، وطالع يشتم في ام طارق، ويطلع يغلط في اختك. وزي ما كون دي مش اختكم، زي ما كون دي نزلتها طيارة. يعني يا ام طارق الله يعينك ويساعدك على اللي انت فيه. اقسم بالله الله يعينك، لما ارضك وحالك ومالك. انا كنت اقول لك تمشي وتسيبي البلد ده خلاص، اقسم بالله والله العظيم. ترتاحي منهم وترتاحي من وشوشهم. انا ما شفتش كده ابدا، والله ما شفت كده يا حبايب قلبي. رمي البلد والخير لما اكون اختي يبقى بخير، يبقى انا بخير. لكن دي ما فيش خير خالص، ما فيش شيء. ان هم يحبوا بعض كده ولا يفهموا بعض كده، لا لا لا. ربنا يستر يا حبايب قلبي، ويطلعنا منها على خير وسلام. ودي اصلا بتاعت تبلية تبلية. ربنا يعينك يا ام طارق على اللي انت فيه، يعينك يا حبيبة قلبي، يعينك يعينك على اللي انت فيه. انت وجوزك وبنتك وابنك واللي هم جايين عليكي. ربنا يديلك حقك ان شاء الله، اقسم بالله ربنا يديلك حقك. لان ربنا كبير، ما بينساش حد يا حبايبي، هو احن منه ما فيش على عبيده. حبايب قلبي ما تنساش اللايك لأم أيمن، ومع ألف سلامة.